perceived threat ان انا قررت ان انتوا كلكم you're judging me. انا لو انا جات لي الثوت دي وصدقتها هتولد عندي شعور probably بالخوف. الخوف ده هيزقني، هيكون دافع ان انا امشي، ان انا اعمل behavior يأذيني. This is the point of thoughts. احنا ما بنعملش الافكار كده. واجان this بقى takes not only resilience بس practice ان انا بالنسبه لي الثوت دي خلاص انا بقيت بعرف ارد عليها. عشان this is the whole point again الصحه النفسيه thoughts feelings behaviors. اوكي فالفكره من المايندفولنس قبل حتى الريزيلينس كمان التعود. ان انا بعود نفسي ان لا مش كل ثوت تجي لي صح. لو جالي ثوت دلوقتي ان انا بجد شكلي وحش جدا انا مش عارفه اعمل ايه، لا مش صح. مش معنى ان هي جات لي ان اتس ا فاكت. this is the point. لو انا جالي ثوت دلوقتي حاجه مقلقاني، طيب اول حاجه خالص again by practice هو do I really need to be thinking about الفكره دي حالا؟ يعني لو استنت ساعه ايه اللي هيحصل؟ ده بيجي قبل حتى الريزيلينس. ده بيعلمني الريزيلينس ده الاند جول، ان انا اكون شخص عنده صمود نفسي، عارفه ان كل حاجه في الدنيا بتيجي وبتروح، عارفه ان كل حاجه في ستريسرز في الحياه وبعرف ارد عليهم وبعدي. ده الريزيلينس. ده اخر حاجه، ده الهدف الاسمى من الحياه، ان انا اكون accepting وريزيلينت والكلام ده كله. بس ما قبل ده بقى المايندفولنس دي تول، حاجه زي صنعه كده بستخدمها عشان ابقى ريزيلينت، عشان مش اي فكره تجيلي اصدقها واروح معاها واخاف واطلع اجري واهرب والى اخره. فاجان مايندفولنس بس بيخليك هنا، ومش هتحصل من اول مره. it takes a lot of practice ان انا اعرف ارد على افكاري. اجان احنا مش بنكنترول الافكار دايركتلي، احنا بنرد عليها. فهمتوا القصه صح؟